ملعقة كوب سكر وملعقة كوب خميرة فورية، نتركها تتفاعل ونرجع لكم. الفرن اللي عندي ما بيهيت جوا، اكو فوق وعندي مروحة، وحتى على القديم كان اكو هيت فوق وجوا، بس كنت اخليها على الفوق اعلى شي. هسه انزل هذا الرف، اخلي هذه الدراجة الكاست ايرون خليها على برويل هاي ستارت. هنا ضفت 3 كوب طحين من الطحين الأسمر وكوبين من الأبيض، استعملت أيضا روبن هود. الخميرة جهزت، واللي تشتكي تقول الخبز يصير يابس عندي ثاني يوم أو يخشب، هاي من العجن. لا تعجنين الخبز العجينة هواي، قد ما تعجنين راح تمط وياك أكثر. تقدرين تضيفين لبن اللي هو زبادي، أو تقدرين تضيفين زيت زيتون، أو ملعقة أكل خل أبيض. وأول ما يطلع من الفرن غطيه بوصلة مو بنايلون وتركيه، راح يصير طري 4-5 أيام وهو برا. وإذا تريدين تفرزيه هذا غير شي. هسه راح أخليه رشة ملح، هنزل الخميرة. طبعا أنا ما ضفت لبن، ما أضيف لبن ولا زيت لعجينة الخبز العراقي، بس شوفت لكم الحلول اللي تخلي الخبزة ما تصير يابسة ولا تخشب وياك، هو اللبن والخل أو الزيت. نزلت مي الخميرة، وراح تحتاج مي بعد، راح أضيف لها مي دافي، والمي ينضاف تدريجيا، لأن مثل ما نقول الطحين يختلف من بلد لبلد. عجنتها وخلصت، مثل أني ألم العجينة بهالشكل هذا، ألمها لم لحد ما أتأكد إنه الطحين اختلط بالمي، وأتركها تختمر نص ساعة إلى 40 دقيقة ونرجع لكم. اختمرت، هسه أشنق. نسحب الرف، شمت عليها. هاي أول قرصة، شمت عليها. شوفوا شلون يطلع، هذا بالهول ويت. وشوفوا شلون بده يطلع عندنا الخبز. شمت عليه، هذا بالهول ويت. خلصت من الخبز مالتنا وطلع بهالشكل هذا. أتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بوصفة ثانية. اللي تسأل على الكاست ايرون الحديد الزهر اللي أخذته من سوق قريب يمي اسمه ريل كنديان سوبر ستور. اللي تحب تسويه اوردر من امازون، هم عندهم اسمه كاست ايرون بيتزا بان اللي موجودة بتورونتو قريب عليها. واللي تحب تسوي اوردر من امازون تحب تسويه، لانهم متوفر عندهم. اللي عندي هو 15 انش.